السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم الحلقة اللي غتعرض يوم الاثنين على دوزيام. هذه الحلقة كتضم العديد من الاحداث الشيقة. خليكم مع الفيديو الاخير باش تعرفوا على التفاصيل وفرجة ممتعة. البداية مع طاهر اللي خرج من المستشفى. قولي نفس، انا راه خايف عليك بزاف. قال لي خاصك تخافي عليا الا بقينا لداخل، لانني غنبقى مخنوق وغنموت. قالت لي ولكن راه باينه فيك ماشي هو هذاك. قال لي شفت لسانك طوال هاد المراه وليتي كتسمعيني الهضره. ركبوا الطوموبيل وجا مراد وداهم، ومن بعد بينوهم وصلوا للدار، وفي نفس الوقت بين سميه ومصطفى وفاتح واسيه خارجين للمستشفى. غير شافوه وتصدموا. غتقول لي اسيه كيفاش خلاوك تخرج من المستشفى؟ غيقول لها السلام مرات خويا، الا كنتو غاديين للمستشفى بلا ما تعذبوا. سميه غتقول لنفس واش ما قدرتيش تهدنيه؟ قالت لها علاش كل اللي يقدر يهدن ولدك. غيقولها مراد الصراحه فادي عندها الحق. فاتح غير كيشوف فيهم وما فاهم والو، سولهم اشنو واقع. غيقول لهم مصطفى بركه من كثرة الهضره، يلا دخلوا لداخل. طلعوه للغرفه ديالو وكلهم كيخاصموا عليه. جابت لي اسيا الدواء، قالت لي هذا راه الطبيب وسا مراد باش تشربو ملي توصل للدار. قال لها لا انا راه صايم. وبداو كيخاصموا عليه كلهم في دقه واحده، ومن بعد خرجوا. طاهر اتصل بمدحت جاوبو، قال لي انا حدا المستشفى، واش بغيتي شي حاجه نجيبها ليك؟ قال لي سلم على طاهر الا تلاقيتيه تما. قال لي كيفاش، واش خرجتي من المستشفى؟ قال لي دابا ركز معايا وسمعني مزيان. كان هذا المشهد الاخير في هذه الحلقه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كيف العاده شجعوني بلايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم. هنا الناس كيتصلوا بمصطفى وبسميه بغاو يجيو للمستشفى باش يطلعوا على طاهر. غايقولوا لهم راه خرج. سميه غتقول لمصطفى ذبح خروف وعرض على الناس اللي جاو يزوروا طاهر في المستشفى للفطور. قال لها صافي امي غير كوني هانيه. نفس غتقول لاسيه طاهر راه ما بغاش ياكل. قالت لها واش ما قدرتيش تقنعي راجلك ياكل ويشرب الدواء؟ قالت لها هو راه مصر يكمل الصيام ديالو، ما عرفتش اشنو غندير معاه. غتقول لها سميه كيف ما قنعتيه يتزوج بك قنعيه يفطر. غتقول لها اسيه حماتي بركه من حشيه الهضره، راه ماشي وقته. غتقول لها واش كلامي بوحدو اللي ماشي وقته هذا؟ نفس غتقول للاسيه عطيني الشوربه والدواء نمشي نطلع عند طاهر حسن ليا. قالت لها الحماق ديال طاهر حسن من السم ديال الفاعي اللي كاينين هنا. طاهر كان كيهضر مع علي، غير دخلت نفس وقطع معاه. غتقول لي راه جبت لك الشوربه. قال لي واش ما كتفهموش انا راه ما غاديش نفطر. قالت لي راه نزفتي بزاف ديال الدم، كيفاش غتعوضوا الا ما كليتيش؟ غايقول لها بلا ما تضغطوا عليا كتر من هكا. قالت لي علاش، واش كاينه شي مهمه ما كملتيهاش؟ كنتي كتقلب على عائله اميره في الجبل ياك؟ قال لها وباش عرفتي؟ قالت لي راه قالها لي عالي، ودابا خليني بغيت نعس. قالت لي اشنو وقع البارح ملي نعست؟ قال لها اشنو وقع؟ قالت لي نعسنا حدا بعضياتنا بحال العشاق. اشنو اللي تبدل دابا؟ قال لها راه غنخرجك من الغرفه ديالي واخا كنبغيك. وانتي واش تقدري تخرجي من الغرفه واخا كتبغيني؟ قالت لي نخرج، وهي تمشي. وطاهر رجع كيهضر مع علي في التليفون. نفس نزلت لتحت، قالت لهم هذا خاصو العصا. غتقول لها سميه من فوق ديك الرصاص اللي خدا بغيتي ليه الضرب. مصطفى عرفهم بغا يبداو وهو تيقول لهم غنمشي نجيب الخروف. اسيه سولات نفس اشنو دار لها طاهر، قالت لها جري عليا من الغرفه ديالو. غتقول لها سميه الحمد لله الحبيب ديال امو رجع ليه عقلو. مراد غيقول لفاتح يلا نوضو نتقداو قبل ما يسدوا الحوانت. نفس غتسول اسيه علاش مشاو كلهم. قالت لها سميه لان الوجود ديالك ما كيخلي حتى واحد مرتاح، وهي تمشي. اسيه كضحك وقالت نفس مزيان ملي جريتي عليها، وجلسات وقالت لها ودابا عاودي ليا كلشي داكشي وقع.
غتقول لها البارح انا وطاهر امورنا كانت بخير. قالت لها قداش بخير؟ واش غير شويه ولا بزاف؟ سولتها كيفاش؟ قالت لها كنسولك قداش كانت المسافه بيناتكم، واش قريبه نيت؟ غتقول لها نفس الله يهديك اش هاد الحركات، راه حنا في رمضان زعما. وحشمات منها وهي تمشي للغرفه ديالها. فهاد المشهد بينو فيصل دخل عند اميره، قال لها صباح الخير اميره ديالي. قالت لي تكلم اشنو بغيتي مني؟ قال لها الا بقيتي كتصرفي معايا هكا ما غاديش نعطيك الهديه ديالك. انا راه ما بغيت منك والو، بالعكس جيت باش نعطيك داكشي اللي بغيتي انتي. قالت لي انا ما بغيت حتى حاجه من غير امي واختي. غايقول لها بزوجهم صعاب شويه، اختاري وحده فيهم. واش بغيتي امك ولا اختك؟ قالت لي بزوجهم. قال لي لا ما نقدرش نجيبهم بزوجهم، مالي عندي الخيريه انا. اختاري وحده فيهم. قالت لي اختي. قال لها برافو عليك، الجواب ديالك صحيح. حل ليها السناسل، قال لها ودابا يمكن لك تشوفي اختك. وبدات كتجري لعندها، قالت لها توحشتك بزاف اختي، حتى انتي توحشتيني بزاف. وهي تشير لها براسها. سولاتها واش هي بخير وشيرت لها براسها، وسولاتها على ماما واش بخير وشيرت لها براسها تاني. نزل عندهم فيصل، قال الاميره مازال ما تعرفتيش على ماما جيهان، كنقدم لك باتول. غتقول لها اميره اللي كيخلي وليداتهم ام صغار ما كنعتبروهمش امهات. وهزات جيهان وطلبت من غيث يمشيو للغرفه ديالو باش يلعبوا. ومن بعد بينو سحر جات عند فيصل، قال لها كنعتذر منك، انا اللي كان عليا نجي نزوركم. كيف بقى باباك؟ قالت لي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ضروري وبوحدنا. قال لها تفضلي. طلعوا للغرفه ديالو، قال لها كنسمعك. واش واقع شي حاجه خايبه؟ قالت لي واش في نظرك كاينه شي حاجه خايبه اكثر من هادشي اللي واقع؟ قال لي عندك الحق، السؤال ديالي ماشي في محله. غتقول لي جايه باش نطلب المساعده منك، بابا راه كلفني بالخدمه ديالو. فيصل بدا كيضحك. قالت لي واش كاينه شي حاجه كتضحك في هاد الهضره؟ قال لي انت ممرضه، اشنو دخلك في هاد الخدمه؟ قالت لي انت ولفتي العيادات اللي دايرين بيك ما كيديروا حتى حاجه، ولكن انا نقدر نطلع فوق الرمل الا كنت مجبوره، ونخوي المخازن ديال السلاح في يوم وليله. وجيت باش نسولك واش غتعاوني ولا لا؟ قال لها اكيد البطاله، انا راه كنثق فيك وعارف بانك قاده على هاد الامور كلها. المهم دابا خاصنا نحددو اول هدف لينا. كننتقلوا عند مصطفى اللي قال لمراد الصراحه البيع ديال الارض ديال عمي داوود معصبني، كنفكر نبيع شي مركب ونتهنى. غايقول ليه الصراحه صعيبه، اسيا عندها مركب ونفاس عندها مركب، والمركب ديال مراتي حتى واحد ما يقرب ليه. شوف ديال مرات فاتح لانه ما كيفكرش يتزوج. قال لي سكتنا اش هاد التفكير هذا؟ فهاد الاثناء دخل عندهم شاهين. غايقول لي مصطفى صاحبك جميل دخل الحبس وما بقى لك حتى واحد من غيري. قال لي ما تقولش هاد الهضره، هو راه كان داير 60% ديال التخفيض. قال لي وما عمكش علاش داير داك التخفيض، هو راه باغي يخسر عائله كليلي وصافي. قال لي انا راه ما ندخلش بيناتكم، التجاره ديالي هي اللي كتهمني. المهم خلينا نكملوا من البلاصه اللي وقفنا فيها. قال لي واخا نكملوا ياك مراد؟ قال لي وقال شاهين نسى داك التخفيض اللي كنا دايرين اليوم، كاين تخفيض ديال 10% صافي. قال لي ولكن كنتو دايرين 20%. قال لي ايوا هادشي اللي كاين. فهاد الاثناء دخل عندهم واحد التاجر اخر وبغى يتعامل معاهم حتى هو. شاهين غيقول لمصطفى ايوا شنو درنا دابا؟ قال لي الا قبلتي على الهضره اللي قال مراد مرحبا. قال لي صافي واخا اتفقنا. فهاد الاثناء وصلوا ميساج من شركه جميل وكيخبروهم بانه غدا كاين واحد الاجتماع في الشركه. مصطفى غيقول لمراد ولكن جميل راه كاين في الحبس، شكون اللي غيدير هذا الاجتماع؟ قال لي اكيد سحر. خرجوا دوك الرجال من عندهم. مراد غيقول لمصطفى كنظن انا داك الحقير هو صاحب فكره دوك الميساجات. ايوا انا قلتها ليك باش ما تفاجئش ملي تعرف. فهاد المشهد بينو اسيا كتوجد الفطور ونفس كتعاونها. هبط عندهم طاهر،
غتسولو اسيا علاش هبط. قال لها واش ممنوع؟ يقدر توحشت مراتي. نفس غتقول لاسيا بلا ما تضيع الوقت، خاصنا نكملو دغيا. غتقول لها الا ما بغيتيش بلا ما تكملي. سولتها علاش؟ قالت لها كتصاوبيهم كبار وهكا غيكونوا المنظر ديالهم خايب. طاهر خذ مراتك وسيروا من هنا. قال لها ناخدها. قالت ليه انا ما غاديش نمشي معاك، واش نسيتي بانك جريتي عليا؟ قال لها واش بصح انا ما بقيتش عاقل، راني مريض بلا ما دي عليا. النفس غتقول لاسيا غنعس هاد الحمق وغنرجع لعندك. طلعوا للغرفه، قالت لي يلا تكا ونجيب لك الشوربه. قال لها واش ما كتفهموش انا راه صايم ما غاديش ناكل. قالت لي غيجي عندنا غدا وما بغيتيش نشوفك في ديك الحاله. قال لها ما تخافيش انا راه بخير وهو انت طيح. النفس خافت عليه بزاف، شحال وهي كتفيق فيه. قالت لي نوض راه خوفتيني. عاد حل عينيه. قال لها هذا راه ماشي خوف، هذا راه رعب. فهاد اللحظه مصطفى جاب الخروف واسيا غير كتعيط لنفس وطاهر برزاتهم باش يهبطوا يشوفوه. نزلوا عندها غتقول لها نفس انت دائما كتعيطي ليا في اللحظات اللي ماشي هما هادوك. ومن بعد بيناهم كيفطروا كلهم مجموعين ومعهم الناس اللي عرضوا عليهم. شويه ناجيه هي وراجلها بداو كينقروا عليهم وكيجبدوا لهم الموضوع ديال مرجانه وجميل، ولكن اسيا سكتاتهم وقالت النفس راه خاص الخبز سير جيبيه. النفس مشات للمطبخ وتبعها طاهر، بدا كيقطع لها الخبز. قالت لي راه غير ضرك كتفك. قال لها واش باغيه تمرضيني بالزز؟ غتقول لي في الصباح ياك انت اللي غيبتي ماشي انا. جات عندهم اسماء قالت النفس فين هو الخبز، الناس راه باغيه تاكل. قال لها طاهر خديه وخرجي من هنا. غتقول لي نفس انت اللي خرج من هنا ماشي هي، وهو انت خرج. النفس غتقول للمحاميه شحال هادي ما هضرنا، اشنو وقع مازال في موضوع الدكتور النفسي؟ غتقول لها اليوم غيهضروا مع ولدك وغيجيو هنا الخدمات الاجتماعيه باش يهضروا معاكم. قالت لها واش القرار غيصدر في هاد الجلسه؟ قالت لها سولاتها واش غياخدو غيت؟ قالت لها ان شاء الله كلشي في صفنا بلا ما تخافي. ومن بعد بينوا عائله كليلي وضيافهم فطروا وودوهم ومشاو. وهنا كنشوفوهم مجموعين على العشاء. شويه مصطفى اتصل به واحد العامل جاوبو قال لي اشنو كيفاش؟ صافي هاني جاي دابا. سولاتو اسيا اشنو وقع؟ قال لها ما عرفتش شكون اللي هرس المكتب كله. فاتح غيسولو لاش خايف لهاد الدرجه؟ قال لي راه حط الاعتراف ديال فيصل في الخزنه. طلب من طاهر ما يتحركش من بلاصتو وطلب من فاتح ومراد يمشيو معاه. نفس تخلعات غتقول لطاهر واش زعما يكون فيصل خدا الاعتراف؟ قال لها ما بغيتك تخافي من حتى حاجه، انتي بغيت غتبقاو دائما معايا. ومن بعد بينوا مصطفى هو وخوتو وصلوا للمكتب. مصطفى ملي شاف داك المنظر تعصب بزاف وغير كيغوت. سول واحد من دوك الرجال واش شافوا شكون اللي دار هادشي؟ قال ليه لا حنا ركبنا في السفينه كنتسحروا. غايقول ليه فاتح هادو غير فعل داك الحقير ديال فيصل. قال لهم مصطفى نسيت الاعتراف، حل الخزنه وهو انت تلاقاه. فاتح اتصل بطاهر وخبروا بانهم تلاقوا الاعتراف في الخزنه. نفس فرحات وهي تعنقوا. وفي الصباح بينوا علي جا لدار كاليلي حلات لي نفس. قال لها بغيت ندي داك الحمق ديال طاهر للمستشفى باش نداوي ليه الجرح. قالت لي راه كاين الفوق تسناني نعيط ليه. الصراحه عندك الحق تقول عليه حمق، واش كاين شي واحد بعقلو باقي الجرح ديالو كاع ما برا وكيخرج من المستشفى؟ غير دارت وتلقات طاهر موراها. عالي يلا بدا كيعاود ليها اشنو كان كيدير طاهر في العسكر وهو انت سد ليه فمو. وقال لها بالسلامه حتى العشيه. غتقول لي اشنو غدير في المستشفى من دابا حتى العشيه؟ فين غاديين؟ قال لها بركه من الحسابات. قالت لي ياك وعدتيني نجيبو غيت بزوج. قال لها واخا راه غنجيبوه. وركب الطوموبيل مع علي ومشاو. في مشهد اخر بينو مصطفى مشى للبنكه، قال الموظف اللي كاين تما بغيت واحد الصندوق باش نحط فيه واحد الامانه. قال لي واخا
تسنى نجيب الساروت ونرجع لعندك. جاب الساروت، حليه داك الصندوق، دار فيه الاعتراف ديال فيصل وصورته وخرج. ومن بعد بينو داك الموظف عطى الاعتراف لطاهر، قال ليه ولكن الا عرف مصطفى غنمشي فيها، غيقول ليه ما تخافش، غناخد منه غير النسخه ونرجعو ليك. خرج عند علي، قال ليه الحاجه الوحيده اللي ما درتيهاش هاد الحمق ها انت درتيها. قال ليه شكون اللي كيهضر اللي هرس المكتب ديال خويا بيتيه. وبدا كيتفكر داكشي اللي وقع البارح مع الصباح، ملي طلب من نفس تخرج من الغرفه ديالو وتخليه بوحدو. خرجات وكمل المكالمه مع علي. قال لي ايوا فين خليناها؟ قال لي ملي طلبتي مني نمشي للمكتب ديال خوك ونهرسو، واش انت بعقلك ولا لا؟ قال لي بعقلي، ما عرفتش علاش ما بغيتيش تفهمني. راه عاودت ليك بانه البارح جا عندي فيصل المستشفى وهددني بانه غيدخل نفس للحبس، وداك الاعتراف بوحدو اللي غيوقفو، وخويا مصطفى ما بغاش يعطيه ليا. قال لي واش متاكد بان داك الاعتراف كاين في الخزنه؟ قال لي لا، ولكن اكيد مصطفى داير بحسابه وحط شي نسخه في الخزنه. المهم انت هرس المكتب، وخويا مصطفى راه غيهز داك الاعتراف ويجيبو للدار، ومن بعد غيديه للبنكه، وانا عندي معارف تما. قال لي اوف منك، قال لي دير داكشي اللي طلبت منك اصاحبي. طاهر وعلي من بعد ما تفكروا هاد الشيء، علي غيقول طاهر وليتي دابا مديون ليا بزوج ديال الحوايج. قال لي غير صبر شويه عاد حسبهم، يلا نمشيو نديرو اتفاق مع فيصل. فهاد المشهد بينو سحر دايره اجتماع مع دوك الشركاء ديال باها، وكان معها حتى فيصل. غيسولها شاهين واش عارفه امتى غيخرج باها؟ قالت لي ما عارفاش. غيقول لها واحد اخر وشكون اللي صيفط لينا باش نجتمعوا؟ انا كنت كنظن ان جميل خرج من الحبس. قالت لي لا، انا اللي صيفط لكم، حنا راه خاصنا نكملوا خدمتنا بحال الا بابا كاين معانا. غيقول لها واحد من دوك الرجال وحنا في هاد الحاله مع من غنتفقوا؟ قالت لي معايا انا. غيقول لها شاهين معاك بنتي؟ بلا ما تضحكينا، انتي اشنو فهمك في الرمل؟ غيقول لهم فيصل لاش هاد الضحك؟ سحر مرة قارية وقوية بلا ما تحقروها، وزيدون راه في كل خطوة غديرها انا غنكون معاها. غيقول لي شاهين ولكن سمح لي يا خويا، انت راه من اسطنبول واصلا ما كنعرفوكش وما عندنا ما نديرو بالخدمه معاك. غيقول لي واحد من دوك الرجال انا متفق مع شاهين، يا اما تحطوا لينا راجل من البلده ديالنا، يا اما هاد الخدمه راه ما غاديش تكمل. راه ما يمكنش نخدمو مع بنت صغيره ما كتفهمش في الخدمه ومع راجل اصلا ما كنعرفوش. غتقول لهم سحر يعني كون كنت ولد ما غاديش تقولوا هاد الهضره. غيقول لي اكيد ما غاديش نقولوها، لان الولد كيكون معلم الخدمه من عند باه. وبداو كيتناقشوا معاها. فيصل غيقول لها الرجال عندهم الحق، خاصهم الوقت، وقال لهم دابا يمكن لكم تخرجوا ومن بعد سيمانه نتلاقاو. غيقول لي شاهين ولاش غنتلاقاو مع راجل ما كنعرفوش؟ ولاد البلاد ما عمرين السوق، وهما انت خرجوا وغير كيخاصموا ما عجبهمش الحال.